بيبدأ فيلمنا بفتاة جميلة اسمها نينا، وهي بتلم حاجاتها علشان هتنتقل لبيت تاني، وباين انها كانت ماسكة صورة ليها مع والدها وهي صغيرة، والصورة كانت متاخدة بسباق سيارات. نينا بتسيب الصورة وبتحاول تمشي، لكنها بترجع علشان تاخد الصورة معاها. في الطريق نينا بتتكلم مع والدتها، وبنفهم من كلامهم ان نينا هتعيش في بيت زوج والدتها، واللي هو راجل غني انقذ والدتها من الفقر بعد طلاقها من جوزها السابق، واللي كان مجرد راجل سكير ومش كويس. نينا ما بتكونش مبسوطة انها هتنتقل لمدينة جديدة علشان مش عايزة تبتعد عن اصحابها وعن حبيبها. نينا بتوصل لقصر زوج امها واللي اسمه ايمانويل، واللي بيستقبل مراته وبيرحب بنينا، لكن نينا ما بتهتمش بيه، وبتدخل القصر الفخم وبتدرك تماما ان والدتها بقت غنية وعندها حياة فخرة بفضل ايمانويل. والدة نينا بتاخد بنتها الغرفة بتطل على البحر، وبتقول لها انها ليها الحق تعيش في البيت ده زيها زي ابن جوزها نيكولاس. والدة نينا بتسيب الغرفة، ونينا بتبدأ تبص للصورة تاني وبتكون متأثرة جدا بيها، وبعديها بتروح للبلكونة وبتشوف نيكولاس بالصدفة. وفجأة نينا بتستقبل مكالمة من صاحبتها، واللي بتقول لها انها محظوظة ان والدتها اتجوزت راجل غني وهتاخد نص ثروته ومش هتفضل فقيرة. لكن نينا بتقول لها انها مش بتحب حياة الاغنياء. نيكولاس فجأة بيظهر وبيطلب من كلبه الشرس يخوف نينا، وبيقول لها تفضل هادية. فنينا بتتعصب عليه وبتدخل أوضتها. وفي الليل نينا بتروح مع والدتها وإيمانويل وابنه لعشاء عائلي عادي. في العربية نينا بتبص لصورها وصور حبيبها، وبترسله رسالة بتطلب منه انه يتصل بيها لما يستلم الرسالة. نيكولاس بيمر بنينا في عربيته وبيبصلها بنظرة إعجاب وإغراء. وبعد الوصول للمطعم أفراد العيلة بيقعدوا حوالين طاولة العشاء وبيتكلموا مع بعض. إيمانويل بيقول إن نيكولاس من أفضل المتزلجين في البلد، وإنه شاب يدرس القانون بنجاح وعنده مستقبل مشرق. لكن نينا بترد على إيمانويل وبتقوله إن نيكولاس المدلل ممكن يشتغل في شركة والده الغني حتى لو كان فاشل. وبعديها بتقرر إنها تمشي، وإيمانويل بيطلب من ابنه نيكولاس يوصلها البيت. نيكولاس بيسوق العربية بسرعة ومهارة، لكن نينا بتخاف وبتنتقد طريقته في السواقة وبتقول إنه متهور ومجنون. لكن نيكولاس بيسخر منها وبيقول لها إنه واضح إن والدتها بتتحمل تصرفاتها علشان هي بتحبها وبس. فنينا بترد عليه وبتقوله إن هو ما بيعرفش أي حاجة عن حب الأم. نيكولاس بيتضايق من كلام نينا لما اتكلمت عن الأم، فبيوقف العربية في نص الطريق وبيطلب من نينا إنها تنزل من العربية وبيمشي. نينا بتكون متفاجئة جدا وبتكون بطارية تليفونها خلصت، والحمد لله صديق نيكولاس بيوصل في الوقت المناسب وبيوصل نينا معاه لعزومة فيها شباب أغنياء زي نيكولاس. نينا بتوصل للحفلة مع صديق نيكولاس واللي بيشير على نيكولاس، ونينا بتبقى غيرانة وزعلانة لما بتشوف نيكولاس محاط بالكثير من البنات اللي بيحبهم، ونيكولاس بياخد باله من وجودها وبيسألها ازاي وصلت. فبتقوله انها هتقول لوالده انه بيقضي الليل في حفلات من النوع الغلط. نيكولاس بيحذر نينا وبيطلب منها تبتعد عن طريقه وبيمشي. وبعد كده بنت بتقترح على نينا تروح معاها للحفلة وبتعرفها بنفسها وبتقول ان اسمها جينا. صديق نيكولاس بيسأله عن نينا، ونيكولاس بيرد بيقول انها اخته غير الشرعية. وهنا نينا بتبدأ تشرب نبيت وبتبص لنيكولاس بنظرة شيطانية. نيكولاس بياخد باله ان نينا سكرانة وبيقرر يوصلها البيت بعربيته. وبعد ما بيوصلها البيت نيكولاس بيشيل نينا وهي فاقدة الوعي وبيحطها في سريرها وبيمشي. نينا بتبدأ تفتكر ذكرياتها وهي صغيرة، ووالدتها بتحاول تخبيها في الدولاب قبل ما والدها يضربها. في الصبح نينا قاعدة مع جينا على الشاطئ وبتلاحظ وجود نيكولاس اللي جاي عشان هوايته في ركوب الأمواج، وكل البنات بيكونوا بيتكلموا عنه علشان هو أغنى شخص في المكان. نيكولاس بيروح يركب الأمواج في البحر، ونينا بتبصله بنظرات غريبة. بالليل نيكولاس بيشارك في سباق سيارات للأغنياء وروني بيتحداه، وأول سباق بيكون بين متسابق من فريق روني وفريق نيكولاس، واللي بيشوف نينا جاية من بعيد وبيبقى معجب جدا بجمالها لدرجة انه بيتأخر في بدء السباق، لكن بيحاول يستخدم مهاراته علشان يلحق بمنافسه. لكنه بيبص لنينا تاني وبيغير من الشاب اللي بيقرب منها. نينا واقفة مع جينا وليون بتتفرج على السباق من بعيد، وفي آخر منعطف في السباق عربية منافس نيكولاس بتتعطل، ويبدو ان نيكولاس نجح في الفوز بالسباق.
وكل الناس بيحتفلوا بفوزه. نينا بتشوف صور لحبيبها وهو بيخونها مع أعز صديقاتها وبتتعصب جدا وبتبدأ تشرب وترقص. نيكولاس بياخد باله إن نينا بترقص مع شاب تاني وبيحس بالغيرة والغضب، فبيروح لها وبيصرخ فيها وبيطلب منها إنها تحترمه علشان هو بيعتبرها أخته ومش بيقبل يشوفها في مواقف غير أخلاقية. لكن نينا بترد بتقول إنها سمحت للشاب يقرب منها علشان تاخد صور معاه وتبعتها لحبيبها اللي خانها علشان تنتقم منه. نيكولاس بيستغل الفرصة وبيقترح على نينا إنها ترسل صورته معاه بدل الشاب التاني، ونينا بتوافق على اقتراحه مع إنها متفاجئة من تصرفاته معاها. وبعد كده نيكولاس بيطلب من نينا تفضل في عربية السباق وتنتظر جينا توصل، لكن نينا بتكون معجبة بالعربية وبتقعد في مقعد السائق. راني بيوقف عربيته جنب العربية الحمراء اللي ركباها نينا وبيعتقد انها منافسه اللي من فريق نيكولاس، لكن نينا بتتفاجئ وبتقوله انها بنت عادية. راني بيقول لها ان نيكولاس هيخسر الرهان وممكن يخسر عربيته الحمراء لو ما شاركش في السباق دلوقتي. راني بيستفز نينا وبيقول لها انها هتتقدم في السباق لمدة 5 ثواني، وفتاة السباق بتطلق اشارة بدء السباق، لكن كل الناس بما فيهم نيكولاس بيتفاجئوا ان عربيات السباق مش بتتحرك. راني بيطلب من نينا انها تستغل فرصة ال5 ثواني دول، وبالفعل نينا بتستعد للتحرك وبتؤكد لروني انه هيتغلب قدام فتاة جميلة ومحترفة. ومن خلال احداث السباق بيبان ان نينا محترفة في سباق السيارات ومستواها عالي جدا، والدليل على انها محترفة هو ظهور صورتها مع والدها في سباق السيارات. روني بيخاف وبيبدأ يخبط في عربية نينا علشان يجبرها تنسحب من السباق، لكن نينا بتصمد قدامه وبتغلبه بطريقة شيطانية. نينا بتنزل من العربية وكل الناس بيحتفلوا بفوزها، لكن نيكولاس بيتعصب عليها لأنها خسرته السباق، وروني بيطلب منه يعطيه مفاتيح عربيته لأنه كان المفروض يكون منافسه من البداية مش نينا. نيكولاس بيضطر إنه يعطي مفاتيح عربيته لروني، واللي بيشتم نينا لأنه حاسس بالإهانة لأنه خسر قدامها. نيكولاس بيتخانق بعنف مع روني علشان يدافع عن نينا، واللي بتنهار وبتكون مرعوبة، وده لأنها بتفتكر ذكريات الطفولة المؤلمة لما كان والدها بيضرب أمها. جينا بتاخد نينا للعربية ونيكولاس كمان بيركب مع صاحبه وبيهربوا من المكان. وتاني يوم الصبح نينا بتصحى من النوم وبتتفاجئ بوصول جواب من شخص غريب بيشتمها، وبتطلب من جينا تشوف الجواب. وفي الوقت ده نيكولاس كان نايم على الشاطئ، ووالدة نينا بتستشير جوزها إيمانويل في فستان عايزة تلبسه في مناسبة خاصة، وبتسأله هو ساعدها ليه. إيمانويل بيرد على والدة نينا وبيقول لها إنه وقع في حبها من أول نظرة وقرر يتجوزها من غير ما يفكر في إنقاذها من الفقر. وبنرجع لنيكولاس واللي كان قاعد مع أخته الصغيرة ماجي، واللي بتكون أخته من أمه المطلقة من أبوه ومتجوزة راجل تاني. ونيكولاس هو اللي بيهتم بأخته الصغيرة علشان أخته مريضة بالسكر. وفي الليل نيكولاس بيرجع البيت وبيتفرج مع نينا على مشهد أكشن عربيات في فيلم هندي، وبيقول لها إن المنعطفات اللي بتعملها العربيات في الفيلم الهندي باين إنها مستحيلة وصعبة التطبيق، لكن نينا بتقوله إن عمل الحركات دي سهل جدا وبتحاول تشرح له ازاي يطبقها. نينا بتسأله هو قضى يومه فين، ونيكولاس بيرد وبيقول انه قضى يومه مع شخص بيهتم بيه وبيتكلم عن اخته الصغيرة ماجي، لكن نينا مش عارفة انه بيتكلم عن اخته الصغيرة. وتاني يوم الصبح نينا بتغسل العربية وبتتفاجئ لما بتشوف حبيبها السابق مع والدتها، وباين ان والدة نينا كانت شاكة في علاقة بين بنتها نينا ونيكولاس، ويبدو انها بتفكر تعيد علاقة نينا بحبيبها السابق، وده لأنها بتعتبر نيكولاس أخو نينا وبتحاول تتجنب تطور علاقتهم. نينا بسرعة بتروح لنيكولاس وبتطلب منه يساعدها لأنها بعتت صورته معاها لحبيبها السابق ومش عايزاه يشوفه علشان هتتعرض لفضيحة، خاصة وإن نيكولاس بيعتبر أخوها. حبيب نينا السابق بيحاول يتكلم معاها لكن نينا بتستمر في تجاهله، ونيكولاس بيحاول يضايقه من غير ما يبين وشه. ونينا بعديها بتروح وبتتكلم مع نيكولاس لكنه بيضحك عليها وبيسحبها لحمام السباحة. وبعد ما تخرج من حمام السباحة نينا بتاخد باقة ورد من والدتها وبتلاحظ بطاقة مكتوب عليها ان نينا هتدفع تمن تصرفاتها، وبعد كده بتسأل حبيبها السابق عن التهديدات اللي على البطاقة لكنه بيؤكد لها انه مش عارف حاجة عن باقة الورد دي ولا عن التهديدات. وبعديها بنشوف شخص مجهول بيتكلم مع روني اللي اتغلب من نينا في سباق العربيات. وتاني يوم العيلة بيتغدوا مع بعض ونينا بتستلم جواب تهديد تاني ولسه مش عارفة هوية
الشخص اللي بيهددها. وبعد الفطار نينا بتروح مع نيكولاس واصحابها في العربية، وماريو بيسأل نينا ازاي اتعلمت تسوق باحتراف، لكن البنت اللي قاعدة ورا بتتدخل في الكلام وبتقول ان نينا اتعلمت السواقة بمساعدة والدها المشهور في سباقات السيارات. وماريو بيسأل نينا والدها فين، لكنها بتقوله ببساطة انه مش موجود. نيكولاس بيوصل للمكان اللي بيحارب فيه في قتال شوارع، ويبدو ان نينا كانت خايفة عليه، لكن نيكولاس بيطلب منها انها ما تقلقش عليه علشان هو بيحب قتال الشوارع، والسبب انه بيطلع غضبه في القتال. وبعديها بيدخل الحلبة وبيبدأ يقاتل بشراسة لحد ما بيقدر يهزم منافسه بسهولة. نينا مش قادرة تتحمل تشوف القتال العنيف، وده لأنها متعقدة من صغرها بسبب والدها، وماريو بيحاول يقرب منها ويخفف عنها، ولكن نيكولاس بيحاول يبعده عن نينا، واللي بتطلب من نيكولاس يبعد عنها لأنها خايفة منه علشان مش بتحب الناس العنيفة زي أبوها واللي بيتعاملوا معاها بوحشية. وبعد مرور عدة أيام بنشوف نيكولاس بيجري للبحر وبيحاول يكون شخص أفضل من قبل، وكمان بيحاول يلاقي السلام الداخلي بسبب حبه لنينا، على الرغم من إنه مش مقتنع إنه وقع في حب البنت اللي كانت زي أخته في يوم من الأيام. إيمانويل بيقول لنيكولاس إنه لازم يلاقي معلومات عن والد نينا الحقيقي. نيكولاس بيقول إن والد نينا الحقيقي حاول يقضي على نينا وهي صغيرة علشان كان بيعتمد على العنف لحل مشاكله، وكمان بيقول إنه لسه عايش وإنه هو راح السجن بسبب شهادة نينا ضده، لكن من أسبوعين بس خرج من السجن. إيمانويل بيقدم القضية لابنه علشان نيكولاس بيدرس قانون، وبيقوله إن والد نينا شخص خطير ولازم يرجع السجن. في الليل الشخص الغريب اللي ظهر مع روني قبل كده قاعد في عربيته قدام بيت، ونينا جوه البيت ده علشان كانت بتحتفل مع صحابها. وبعد شوية نينا بتطلع سكرانة من البيت مع صاحبتها. نيكولاس بيوصل علشان ياخدها، لكن نينا بترجع البيت علشان نسيت الجاكيتة. صاحبة نيكولاس بتحاول تهزر مع نينا وبتحبسها في الدولاب، ونينا بتدخل في هستيريا وبتحس بخوف شديد وبتفتكر اليوم اللي والدها لقاها في الخزانة وخوفها جدا. نيكولاس بيوصل وبينقذ نينا وبعدين بياخدها البيت وبيقعد جنبها طول الليل علشان بدأت تخاف مؤخرا. إيمانويل بيشوف ابنه وهو نايم في أوضة نينا وبيفهم تماما إن نيكولاس عنده علاقة قوية معاها. وتاني يوم الصبح نيكولاس بيروح مع نينا علشان يزور أخته الصغيرة في المستشفى. نينا بتلاحظ إن نيكولاس شخص طيب، وبتكتشف إنه كان بيشارك في قتال الشوارع علشان يوفر فلوس علاج لأخته الصغيرة علشان والده الغني رافض يدفع التكاليف. وفي الليل نيكولاس ونينا بيسيبوا المستشفى وبيقضوا ليلة رومانسية في جو من الحب والعشق على الشاطئ، وبيعترفوا بحبهم لبعض. وفي طريقهم للبيت نيكولاس بيقف علشان يشتري حاجات، وفجأة روني بيظهر وبيخطف نينا وبيمشي بسرعة، فنيكولاس بيطلع ومش بيلاقيها، وبعديها بيروح البيت وبيقول لابوه والوالدة نينا على اللي حصل. المحقق بيكتشف من خلال كاميرات المراقبة ان خاطف نينا هو روني، وبيبدأ في التحقيق. وفي الوقت ده والد نينا الحقيقي بيظهر وبيبان ان هو اللي امر الرجالة يخطفوا نينا. والد نينا الحقيقي بيتصل بوالدة نينا وبيحاول يستفزها وبيقول لها ان نينا معاه، وبيطلب فدية $1,000,000 مقابل اطلاق سراحها. وبالفعل ايمانويل ووالدة نينا بيروحوا للمكان اللي هيتم تسليم الفدية. والدة نينا متأكدة ان والد نينا الحقيقي مش هيجي ومش عاوز فلوس، واللي بيهمه انه يستغل الفرصة في تخويفها واهانتها وتخويف بنتها نينا. وبالفعل كلام والدة نينا صحيح، علشان والد نينا الحقيقي كان بيتابع من التابلت. وفي الوقت ده بيكون نيكولاس في العربية مع المحققة وبيقول لها عن روني، وإن روني خد عربيته الحمراء، وبيفتكر إن العربية فيها جهاز تتبع وبالتالي بيقدروا يحددوا مكانه. لكن والد نينا بيكتشف الخطة وبيقرر يهرب، ونيكولاس بيحاول يلحقه، وبيحصل مطاردة هوليوودية بينهم. والد نينا بيجبر نينا تسوق العربية علشان يضرب نيكولاس والمحقق بالرصاص، والمطاردة بتستمر لحد ما يوصلوا لطريق مسدود. لكن والد نينا بيرفع المسدس على راسها وبيطلب منها تخبط عربية نيكولاس. نيكولاس بيبص لنينا وبيحاول يتكلم معاها بالتخاطر وبنظرات عميقة، ونينا بتفهم بالضبط هو عايز منها ايه. الاتنين بيحركوا العربية للأمام وبيحاولوا يطبقوا الحركات اللي نينا شافتها مع نيكولاس في الفيلم الهندي. نينا بتخفض راسها والمحققة بتضرب والد نينا الحقيقي بالرصاص، والخطة بتنجح بذكاء شديد. والدة نينا بتحس بالارتياح لما بتشوف ان حياة جوزها السابق انتهت. والدة نينا بتجري لبنتها وبتغمرها، وإيمانويل بيغمر ابنه نيكولاس. وهنا بيبان ان نيكولاس ونينا بيحبوا بعض حب ملوش علاقة بالأخوة. فوالدة نينا بتطلب الطلاق من إيمانويل علشان نينا تقدر تتجوز نيكولاس، واللي اتغير علشان الحب بعد ما كان شاب مش كويس أبدا. وفي كده بينتهي الفيلم. أتمنى يكون عجبكم وأتمنى تدوني رأيكم في الكومنتات. بحبكم قوي. باي باي.